السلام عليكم. هاد الايام دارت في فيسبوك واحد السلسله رمضانيه كدوز في التلفازه، اللي شخصيا ما كنتبعش التلفازه نهائيا، ما تفرجتش في والو نهائيا. وداك الشيء اللي دار في فيسبوك، وشفت انهم في واحد المقطع كيستهزئوا بالمعلم وبالاستاذ. الاستاذ اللي كان في واحد الوقيته باش كنا صوار حنايا كتشوفو في الزنقه كتغبر، حيت كانت عنده واحد الهيبه وواحد القيمه. دابا ولاو كيضحكوا به الناس في التلفازه. واش هادشي متعمد؟ متعمد، لان بكل بساطه ما باغينش جيل واعي يطلع. بغاو انك ملي تمشي للقسم، بالنسبه لدوك الدراري الصغار اللي كيتفرجوا في داكشي، انه هاني يستهزأ بالاستاذ وهاني يضحك على الاستاذ، حيت الا جا ضرب الاستاذ غادي يتعاقب. حنا كيف قلت لكم زمان كتشوف الاستاذ غير في الزنقه وكتغبر اصاحبي، كتغبر. كانت عنده واحد الهيبه ما شاء الله، دابا والو. دابا كيشوف في الزنقه ويزيد يضحك عليه ويزيد يستهزئ به. وفي القسم راكم عارفين حتى الاستاذ مبقات عنده قيمه في هذا المجتمع ديالنا. ولا حول ولا قوه الا بالله، مع العلم ان الاستاذ والمعلم هو اللي كيقري الطبيب، هو اللي كيقري المهندس، هو اللي كيقري البيلوت، هو اللي كيقري البوليسي، هو اللي كيقري العسكر. هو الاساس. الاستاذ هو الاساس، والمعلم من الاول هو اللي كيقري الدراري الصغار، هما غاديين وهما كيزيدوا. وللاسف رجعنا كنشوفوا في التلفازه العموميه اللي الشعب هو اللي كيخلص الضرائب باش ديك التلفازه تنقل لنا سلسله كتستهزأ بالمعلم اللي كيقري الشباب ديال المستقبل. اذا انت بهذا الشيء اللي كدير للاستاذ، بهذه الاهانه اللي كتهين الاستاذ، كتقول للدراري الصغار ما عندكم ديروا شي تعليم، ما تفكرش تولي استاذ، حيت حتى شي واحد ما يتقبل انه فاش يولي استاذ يتهان. ما فهمتش شكون اللي كيقبل هاد الاعمال دوز في التلفازه. ولا حول ولا قوه الا بالله. كل عام كينقصوا من شي واحد، من شي مهنه شريفه كل عام. مبقى ما يتقال. السلام عليكم.